بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم بقى في صينية الجلاش دي؟ حاجة بجد كده تحفة. هعرفك النهاردة أسرار الجلاش، ازاي يطلع معاكي مورق ومتقرمش حلو من بره وفي نفس الوقت طري كده وجوسي من جوه، بحشوة بسيطة. طبعا حاجة في منتهى الجمال. زي ما انت شايفة بجد النتيجة كانت تحفة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. انا مبدئيا كده كان عندي العصاج. انا بحب احط له اضافه كده من عندي، معلقتين 3 من البشاميل، بيودوه في حته تانية خالص. اسمعي مني وجربي على طريقتي ومش هتندمي. معلقتين كده لو متوفر عندك، معلقتين 3 من البشاميل، قلبيهم كويس على اي حشوه بقى تستخدميها، سواء عصاج، فراخ، لحمه، سجق. الوصفه الحشوه اللي على مزاجك. نيجي بقى للصينية الجلاش بتاعتنا. طبعا عندنا السمنة مسيحينها، ندهن الصينية كده دهنة محترمة، دهنة محترمة جدا. جلاش، طبعا لما بتظبطي له سمنته ولما بتستخدمي نوع سمنة كويس كمان بيفرق معاكي جدا في النتيجة. انا مش بحط ورقة ورقة، انا بحط كده 3 ورقات ومتقلقيش هيطلع مورق وهتشوفي النتيجة. 3 ورقات كده وبندي دهنة سمنة، 3 ورقات وندي دهنة سمنة. طبعا لو ورقة مقطوعة ولا حاجة انزلي بيها في النص. الجلاش بتاعي ما شاء الله كان صابح وجميل. انا بجيبه اللي بيبقى في المعامل اللي بيتباع بالكيلو. زي ما انت شايفة كده الورقة اللي بتلاقيها مقطوعة ولا حاجة بنحطها في النص. وطبعا يفضل علشان تطلعي صينية الجلاش بتاعتك مظبوطة استخدمي صينية مستطيلة، اسهل من الصينية المدورة علشان ما يهدرش معاكي جلاش كتير. بنفرد بقى الحشوة القمر بتاعتنا دي. تركة معلقة البشاميل دي طبعا بتخلي الحشوة بتاعتنا كده متفرطة، وتلاقيها تيجي تاكلي حتة الجلاش تلاقي الحشوة بتقع منها، ومش بتخليه معجن ولا حاجة، بالعكس بتخلي صينية الجلاش طري كده وحاجة بجد. لما تجربوا هتحكموا بنفسكم. بنفرد طبعا بقى الحشوة بتاعتنا. ودي كده حاجة اختياري. كان عندي كده جبنة موتزاريلا، اي نوع جبن حابة تحطيها. لو مش متوفر طبعا مش هتأثر على الوصفة في اي حاجة. انا بحب احط رشة كده من الجبنة لو متوفرة، مش متوفرة خلاص مش هتزعلنا في حاجة يعني. بعدين نرجع نبدأ تاني نحط بقية الجلاش. برضو بحط 3 رقات وارجع احط عليهم سمنة، وبنفس الطريقة لغاية ما تخلص الكمية. المهم لو وصلتي لحد هنا عملتي لايك والكومنت ولا لسه ما عملتيش؟ واوعي تكوني لسه مشتركتيش في القناة، هزعل قوي. بخلص بقى زي ما شفتي كده الكمية بتاعتي كلها. بعدين بقى قطعي التقطيعة اللي على مزاجك. حابة تقطعيها مربعات، مستطيلات، انا بحب اقطعها كده سمبوكسات، زي ما تحبي. اهم حاجة طبعا سكينة تكون حامية علشان صينية الجلاش متقطعش منك. وهقولك بقى على تركة كمان علشان تاخدي نتيجة ممتازة للجلاش ويكون طري كمان ومورق ومقرمش من بره، يعني مش هتفرقيه عن الفطير. هقولك على الوصفة دي بس استني كده خليكي معايا للآخر. طبعا زي ما قلتلك التقطيعة اللي انت حباها قطعيها. طبعا تيجي في التقطيع ما تحطيش السمنة غير لما تقطعي علشان خاطر ما يزهقكيش وتلاقيه يلزق في ايدك وانتي بتقطعيه. قطعي الاول وبعدين حطي بقى اخر دهنة سمنة. بالظبط كده. هاتي بقى كوباية الحليب انزلي عليها ببضاية، وننزل عليها طبعا برشة الملح ورشة الفلفل الاسمر. الصينية المقاس ده بياخد مرتاح معاه قوي كوباية واحدة من الحليب. طبعا الحليب بدرجة حرارة الغرفة، مش سخن ولا دافي. انا باكد مش سخن ولا دافي علشان خاطر ما يعجنش منك. صبي بقى الحليب مع البيضة على صينية الجلاش بتاعتنا، شربيها كويس بقى.
التركة بقى اللي قلتلك عليها، اعملي الخطوة دي وما تدخلهوش الفرن على طول، استني عليه كده مثلا ربع ساعة، هتلاقيه بقى اتشرب كده كل اللبن والبيض، وما تقلقيش على ضمانتي استحالة يعجن. الفرن يسخن معانا، دخليه بقى على الفرن، حطي الشبكة على فوق الصاج على طول. لو لقيتيه محتاج ياخد لون ومحمرش من صهد الفرن، تولعي له الشواية بالظبط دقيقتين بالظبط، مش اكتر من كده. يطلع بقى بالجمال ده، بجد حاجة في منتهى الجمال. اتمنى تجربوا الوصفة بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.